مساء الخير عليك. تعالى يا مريض. جوزي مش مريض، انت اللي مريض. انت اللي مريض، اللي تقول لي طالعه تجري بمرض جوزك. مرض جوزك ايه اللي ما بتفهمش؟ انا على الفيسبوك بنزل فيديوهات انا وجوزي ومحتوى، وبننزل نتكلم نضحك نهزر. كنت شفتني طالعه اعيط وبكبك واقول لك والنبي اديني؟ اقسم بالله انت اللي مريض. انا مش ذنبي ان انت متخلف ما بتفهمش، انا مش ذنبي ان انت انسان جسم انسان في راس حيوان، انا مش ذنبي. ده مريض، ده قمر، ده قمر وسكر ومسكر. انت اللي مريض، انت اللي مريض في عقلك وفي قلبك، ده مش ذنبي. انما انا جوزي مش مريض. واللي بتقول لي انت شوفي لك شغلانه اشتغلي. تعالي يا اختي، تعالي يا حبيبه قلبي اقعدي اخدميه وانا اشوف لي شغلانه اشتغلي. انت مالك؟ انت مالك؟ والناس اللي عماله تقول الناس اللي فاتحه قنوات والناس اللي فاتحه، احنا بنحط ايدينا في جيبكم ونطلع فلوس؟ يعني انا عايزه افهم حاجه واحده، احنا بنحط ايدينا في جيبكم؟ طبعا متابعين وحبايبي وفانزاتي اللي بيحبوني وانا بحبهم جدا جدا وكاننا اهل بالظبط، واحنا بالفعل اهل واخوات واصحاب، دول كلهم على راسي. انما الناس المريضه اللي بتخش تكتب كومنت ملوش ريحه 30 لازمه، واللي بيقول لي انت بتجري بمرض جوزك، بتجري بمرض جوزي بعمل بيه ايه؟ يعني بلم مثلا تبرعات عليه ولا حاجه؟ انا جوزي يا حبيبي مش مريض. انا جوزي يا متخلف مش مريض. انا جوزي زي الفل وزي العسل وزي السكر. انت اللي مريض بقلبك وبعقلك وبمشاعرك وبطيبتك، كل ده انت مريض فيهم، فانت اللي المفروض تروح تتعالج. فده مش ذنبي تيجي تطلع عقدك علينا يا اللي ما بتفهمش. دي اصلا دي بيرجع نص تربيته على كده بالظبط. هو كده اصلا، هو اصلا كده يعني. هو مش ربع ساعه تربيه بصراحه. انا ما بحبش اطلع ارد على كومنتات، ما تستفزونيش لدرجه ان انا اعمل عليكم فيديوهات مخصوص. تمام؟ وانا اللي هستفاد برضو. فاتقوا الله وابعدوا بعيد عني. ومش عاجبك محتوايا، المشكله اللي بيتكلم اصلا اشباه رجال. يعني هو الاغلبيه اللي بيتكلموا اشباه رجال. ربنا اقول ايه؟ ربنا يديكوا على قد ما بتتمنوا لغيركم.